السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الليفت المخلل، وعملنا مع بعض قبل كده الليفت المخلل وازاي ناكله بعد يوم واحد، لكن النهارده ان شاء الله هنعمل الليفت المخلل وازاي نحتفظ بيه لمدة سنة كاملة. لمدة سنة كاملة، ايوه لمدة سنة كاملة، من غير ما ينهري معانا ولا طعمه يغير ولا لونه يغير ولا اي حاجة خالص. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا نبدأ على طول. نقل كده حوالي اللفتاية اللي بتبقى صغيرة، لا اللفتاية اللي تبقى صغيرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنقي اللفتة اللي ما تكونش كبيرة قوي، تكون بالحجم اللي احنا شايفينه ده، يكون الحجم بتاعها وسط زي ما احنا شايفين كده. نقطعها من تحت وننضفها من فوق وبس، نسيبها على طول كده. هيكون معانا كمان لكل كيلو من اللفت معلقة من الملح، هنبدأ نرشرش عليها كده، وكمان واحدة. هنسيب بقى اللفت بتاعنا ده نقلبه مع بعضه كده كويس، وهنسيب بقى الليفت بتاعنا ده لحد تاني يوم معانا كده، لحد ما يبدأ ينزل المية اللي فيه خالص ويحتفظ بيه الحاجة اللي فيه، وبعدين هنبدأ نشوف هنعمله ازاي. عشان أعمل المحلول بتاعي بتاع الليفت اللي هنحتفظ بيه لمدة سنة كاملة، عندي هنا لتر من المية اللي أنا غليتها قبل كده وسبتها لما بردت. وهحط عليهم 3 معالق من الملح الخشن، ومعلقة من السكر، ومعلقة من البنجر المبشور، وكمان قرن فلفل يكون أحمر كده طبعا اختياري، و3 ورقات من اللور. هاخد 3 معالق من الملح واحط عليهم معلقة البنجر ومعلقة السكر، وهبدأ أدوبهم معايا كويس جدا، وهركنهم بقى على جنب بعد ما ادوبهم كده. وبعدين هنشوف هنعمل فيهم ايه. بعد كده بعد ما ركنتهم على جنب دوبتهم كويس كده وركنتهم على جنب، هبدأ دلوقتي اخد الفلفل اللي انا كنت ركناه على جنب كده، واخد شوية من المحلول وابدأ اضربه في الخلاط كده شكله اهوت بعد احنا ما قلبنا الملح والسكر معاه. طبعًا باقول لِك معيار 1 للتر، لكن تقدري تزوّدي وتقللي الكمية على حسب ما أنتِ عايزة. هيكون معايا البرطمان بتاعي اللي أنا هاخلّل فيه، طبعًا يُفضّل اللي هو يكون إزاز، لكن أنا النهارده هاخلّل في بلاستيك، فأنا هاعقّم البرطمان بتاعي بخَل. هاحط فيه شوية كده من الخل، وأبدأ أرُجّهم كويس كده في البرطمان، وبعدين أتخلّص من الخل بتاعي. أنا مش هاحط للليفت بتاعي خل ولا أي حاجة من دي خالص علشان ما تهريش الليفت بتاعي. الليفت بتاعي اهوت بعد ما احنا بيتناه من بالليل للصبح او على الاقل حاطينه لمده ساعتين 2 في الملح. نزل الميه اللي فيه زي ما احنا شايفين كده، ودلوقتي بقى الليفت عباره عن لحم بس وفقد الميه اللي فيه. الحركه ديت هتخلي الليفت بتاعنا نحتفظ بيه اطول مده ممكنه، وما يكونش معانا ينهري ابدا. وكمان الليفته سليمه، بس متقطع منها العرق بتاعها الأخضر، وكمان الجذور اللي هي بتبقى فيها طينة واللي مكان الزرع. فاحنا هنقطع الاتنين دول بس ونسيب الليفتاية مدورة زي ما هي. فالحركة دي هتخلي الليفت بتاعنا نحتفظ بيه لمدة سنة كاملة، وكمان مش هينهري معانا. هي دي بس التركاية بتاعتنا. طب انت قبل كده خللتي الليفت كنت حاطة معلقتين 2 ملح بس، عشان احنا حاطين معلقة ملح في قلب ايه، في قلب الليفت واحنا بنتبله. هقولك عشان احنا كنا هناكله تاني يوم او هيقعد لمدة شهر او 2، لكن احنا عشان نقعد بيه لمدة سنة لازم نزود الملح بتاعه شوية وما نضيفش خل. طب نعمل ايه لو الليفت بتاعنا جه حادق؟ ان شاء الله مش هيجي حادق لان الليفتة بتاعتنا مقفولة، وكمان احنا مش مقطعين. لو الليفت بتاعنا لا قدر الله جه حادق منك شوية، هتقدري بعد كده لما تيجي تستعمليه تاخدي شوية تروحي مقطعاهم وحطاه في مية عشان يبقى يسهل عليكي عملية الأكل. بس كده، لكن بإذن الله مش هيطلع حادق، أنا مدياكي معيار مظبوط. بعد كده هناخد بقى المحلول اللي احنا كنا عاملينه، ناخد منه شوية كده نضربه في الخلاط، وبعدين نبدأ نضيفه على الليفت بتاعنا بعد ما خلص. واخر حاجة هنحطها هما ورقتين اللور كده، لان هما بيعتبروا كمادة حافظة للليفت بتاعنا. وبعد كده عشان احتفظ بيه ما افتحش عليه بقى كل شوية واحط ايدي فيه ولا اي حاجة، هجيب ورق كده من الاسترتش او كيس من اللبن، وابدأ اغلف بيه البرطمان بتاعي. هغلف البرطمان بتاعي كويس جدا، وبعدين اركنه كده في المطبخ في اي مكان في المطبخ. وطبعا اللون الابيض اللي احنا شايفينه ده مكان ضرب الخلاط، ده هيروح طبيعي لوحده، ده مكان بس ما كنا بنضرب الخلاط.
وهيكون جاهز معانا ناكله ان شاء الله في رمضان، وممكن نحتفظ بيه لبعد رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يكون الفيديو النهاردة سهل وبسيط وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.